السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وستر من عند الله إن شاء الله. وبدأنا من بعد العيد. الفترة الجاية ديت ممكن تشهد شوية متابعات وحركات واستكشافات وأسئلة، لأن في أسئلة بتجيلي الفترة ديت أكتر طبعا من فترة رمضان والعيد. بدأت ناس تسأل على حاجات وتستفسر عن حاجات وتفهم شوية أمور أكتر، في حركة أكتر، وإن كان إحنا داخلين على امتحانات جاية، لكن أعتقد إن في حركة أكتر، وفي نفس الوقت بعد الامتحانات هتبقى الدنيا أكثر حركة ونشاطا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهتلاقوني بعمل معاكم فيديوهات كتيرة جدا عن أمور كتيرة، وإن شاء الله تتفاجئوا بيها وإن شاء الله تعجبكم وننشط الدنيا جامد سوا. طيب، اول فيديو هنزله النهارده مش عارف بقى يعمل مشاكل ولا ايه، بس بجد حسيت ان انا محتاج اعمله كنصيحه وكتوعيه لمتابعيني، لان احنا عهدنا مع بعض المصارحه والمصادقه. شفت كذا شكوى في الفتره اللي فاتت من مواضيع الاتحاد الملاك، لبعض من متابعيني بعتوا لي على شويه استفسارات وشويه اسئله، وكانت حاجات هم عايزين يفهموها ويعرفوها لعيوب معينه في فكره اتحاد الملاك. فانا النهارده هتكلم عن موضوع اتحاد الملاك، وهل اتحاد الملاك لو اشتريت ايه هي المميزات بتاعته وايه هي العيوب بتاعته، علشان خاطر ابقى فاهمها ومدرك تماما انا بقدم على ايه. لان دايما اللي لاحظته ان الناس في الفتره ديت لما لقت الاسعار وصلت لارقام زي 20 و22 و23 لحد 30,000 جنيه بداوا يستغلوا السعر. وخدوا بالكم هم حقهم في حاجات معينه، ودي فيديوهات هتكلم عنها جايه، واشرح لكم المفروض يبقى السعر الاصلي والحقيقي كام بالظبط، بحيث الناس تبقى فاهماه ومدركاه. الحاجات دي هتدرس وهتتقال بارقام حقيقيه، وكل واحد ساعتها هقول لكم هاتوا بقى كده ورقه وقلم وشغلوا دماغكم معايا وتعرفوا الحسبه بتتعمل ازاي بالظبط. طيب، خلينا نشوف اول ميزه، او ايه هي الميزه الموجوده في موضوع اتحاد الملاك، اللي هي لو احنا بناخد اتحاد ملاك تبقى هي دي ميزه حقيقيه موجوده في اتحاد الملاك. الميزه اللي انا بشوفها في اتحاد الملاك هو توفير التكلفه، وعلشان خاطر الميزه دي تتحقق من وجهه نظري الشخصيه مش هتتحقق الا بشرط معين. ايه هو الشرط دوت؟ هو انه يبقى مجموعه من الاصدقاء اللي عندهم ثقه في بعض ويعرفوا بعض معرفة جيدة، يخلوا حد منهم يكون عنده خبرة ويكون مهندس على الأقل مدني أو مهندس معماري، عشان يبقى عنده خبرة يعني ايه عقار أو يعني ايه إنشاءات، ويتكفل بالأمر دوت. حد يثق فيه ويتكفل بالأمر ده، هو دوت اللي يمسك لهم الامر، وبعد كده اللي يتم هو اللي يمسك الاشراف والمتابعه والتنفيذ. ويعملوا جروب على الواتساب، الجروب دوت يتجمع فيه كل الارقام اللي دخلت مع بعضيها، وبيبقوا متفقين الدور الارضي سعره كذا لانه بيبقى اقل من التكلفه، والروف هيتقسم عليهم ازاي ونسبته، هل هيبقى نسبه كذا ولا حد هياخده، والشقق، وكل واحد يعرف هياخد ايه ونصيبه يكون ايه حسب دخول وحسب الاشتراك. يبقى كل واحد له اولويه في الاختيار حسب تعاقده في الاول. المهم في الحاله ديت يقدروا يوفروا في التكلفه، لكن يبقوا مع بعض خطوه بخطوه. جروب الواتساب دوت يوصل لهم الشغل على الطبيعه، يصور لهم الفواتير بتاعه الشغل، يديهم معايير لكل حاجه بتتبني اول باول هتكون عامله ازاي، وبالتالي يبقى في مصارحه ومصادقه ما بينهم وما بين بعضهم، وثقه حقيقيه تخليهم يعرفوا الحاجه دي وقتها كانت بكام واتنفذت في قد ايه، تخليهم ينفذوا مع بعض. وعشان لو حصل اي ظروف او طوارئ او تاخير نتيجه تعطيل رخصه ما، حفر في الارض، قابلنا حاجه، الدكات، الحاجات اللي هتتعمل، كل الكلام دوت هيخلينا ويوضح لنا ايه الموضوع المفروض نعمله بتكليف اول باول. فدي تبقى الميزه الاولانيه اللي هو توفير التكلفه، ولكن بشرط اللي انا قلته واللي انا شرحته. اعتقد دي الميزه الوحيده تقريبا في موضوع اتحاد الملاك من وجهه نظري. طيب، ايه العيوب اللي من وجهه نظري اللي موجوده في اتحاد الملاك؟ اكتر من عيب للاسف الشديد، وده مهم جدا ناخد بالنا منه. العيب الاولاني هو ان انت بتدفع بلق كبير في الاول، مش بلق قليل. هيقول لك سعر اقل من السوق ب 4000 جنيه في المتر مثلا او 5000 جنيه، بس بيقوله لك دلوقتي، وبعد كده هتشوف ايه المشكله اللي هتحصل بعدين. انا جاي لك اهو. اول حاجه البلق اللي انت بتدفعه في مقدم الارض لازم تدفع رقم كبير. تاني حاجه انا بكلمك عن الامور الماديه، ان انت لازم تدفع معاه وهو بيبني اول باول لحد وانت بتخش شقتك تكون دفعت ثمن شقتك بالكامل 100%. اذا
ده عيب، لان المقابل له انت بتكون داخل شقتك وانت دافع 70%، باقي عليك 30% بتكون بتدفعهم لسه على 3 سنين، وبالتالي يبقى اول عيب انك فلوسك بتكون دافعها كامله وانت داخل شقتك، ده اول عيب. طيب ايه العيب التاني؟ العيب التاني اللي موجود في موضوع اتحاد الملاك هو انه ممكن يعمل لك عقدين، يقول لك انا عايز اعمل لك عقدين، عقد ارض وعقد تنفيذ. طب يعني ايه عقدين؟ انت بتشتري وحده النهارده، فده معناه ان هو ضريبه التصرفات العقاريه مش بيلتزم بيها زي الشركات التانيه، بتدفع ضريبه تصرفات عقاريه لازم تدفعها اللي هو 2.5%، وبالتالي في الحاله ديت مش بيدفع لك، انت اللي بتدبس في ضريبه التصرفات العقاريه مستقبلا مع الحكومه، هو مش بيتكلف فيها حاجه. فدي برضو عيب انا شايفه في اتحاد الملاك. العيب الثالث في الاتحاد الملاك اللي هو في بند خطير جدا، في بند الاشراف او الكلام دوت، اللي هو يقول لك ايه، احنا بنشتغل لك على حسب السوق وحسب القيمه. طب انا دلوقتي اعرف منين واتابع منين وايه اللي حصل؟ وممكن تقول لي طب ما القيمه دلوقتي المتر كان ب 10 قروش والتكلفه زادت عليها 13 قرش، طب ما انا مش معاك اول باول زي ما انا قلت لكم الميزه اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو. طب انا النهارده دلوقتي مش معاك في كل قرش وفي كل حاجه، وايش عرفني وايش ضمني وترجع تقول لي كذا؟ ما انت دلوقتي انت اللي بتاخد المقاوله والاشراف، والمفروض ان انا ماشي وراك، ولو هتديني حتى الكلام ده هتحسبها لي في الاخر وانا بستلم منك، مش هتديها لي يوم بيوم، وانا مش فاضي اقعد معاك واقعد احسبها واقعد اعيد وازيد واقعد الكلام ده. فممكن فجاه ابص الاقي التكلفه زادت عليا فرق ال 2003 اللي انت وفرتهم لي. العيب اللي بعد كده نسبه الاشراف. نسبه الاشراف في بعض اتحادات ملاك بتوصلها لحد 30%. يعني انا دلوقتي انت بتشتغل لي وبتشرف على حاجتي في التنفيذ، مجرد اللي انت بتبقى مقاول هتاخد مني 30% ليه؟ طب ما الشركات بتاخد 30 او 40% وبترهق وبتبعدني من الهادك بقى بتاع اي ريسك. ما هو خد بالك الشركات بتعمل ايه؟ ما الشركات بتعمل 30 او 40% مكسب، مش بتعمل اكتر من كده. طيب العيب الخامس، وهي ديت اللي ممكن يكون فيها بنسبه التوفير، جوده وكواليتي الشغل في اتحادات الملاك. يعني انا اعرف شركه كانت كبيره جدا في موضوع اتحادات الملاك، لا داعي لذكر اسمها، من سنين وما عادتش بتعمل اتحادات ملاك. ليه؟ لانها شغل اتحاد الملاك بتاعها كانت بتبيع ايام المتر ب 5000 جنيه، شغل اتحاد الملاك بتاعها للاسف تشطيبه مش اجود حاجه ولا افضل حاجه، فبدا ياخد شغل استثماري. شركه معروفه وصاحبها معروف وحد الاسم بتاعه كويس ونحسبه على خير، بس هو تحول من اتحاد الملاك لان لقى ان اتحاد الملاك مش الطف حاجه ولا اظرف حاجه، لان هي الكواليتي في التشطيب بتاعها مش بجوده الشغل اللي هو عمله بعد كده كاستثمار او كشغل عقاري متميز. وبالتالي نرجع نقول المشاكل دي والعيوب دي. يجي حد في اتحاد الملاك يقول لك ايه، انا بدي لك حصتك في الارض وبحط لك حصتك في الارض. طب ما انت لازم من اي شركه تاخد حصتك في الارض وتحط لك حصتك في الارض. اي شركه بقى بتشتري منها، لان انا هتكلم تاني في فيديو تاني عن الشركات بقى، هو انا اشتري من مين وما اشتريش من مين واشتري من ايه، وانا ينفع برضه اشتري من اي شركه اروحها ديفلوبر؟ لا برضه. فاحنا هنتكلم وهنقول. انا كده ذكرت لكم شويه الميزه اللي موجوده من وجهه نظري في اتحاد الملاك واشتراط تنفيذها ايه عشان تبقى كويسه، وذكرت لكم العيوب من وجهه نظري في اتحاد الملاك، وانتوا عليكم القرار والاختيار وتشغيل الدماغ للوصول للافضل. في فيديوهات هتتعمل عن شركات الديفلوبر، ايه هي الحاجات اللي نشتري منها وايه الحاجات اللي ما نشتريش منها وايه اللي ناخد بيه وايه اللي لازم يبقى مذكور في الورق القانوني والعقود ان شاء الله مع الفيديوهات القادمه ومع حاجات كتير هتتعمل. ربنا يقدر لكم الخير ويقدر لنا الخير ويجعل دايما نيتنا في الخير ولصالح الناس اللي بتتفرج علينا، ويتفهم كلامنا صح ما يتاخدش غلط، ولو اتاخد غلط بقى اللي يفهمه غلط يفهمه واللي يفهمه صح يفهمه. المهم احنا بنعامل ربنا. نراكم دائما على الف خير ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الدعاء لأخي عبد الله بالرحمة والمغفرة.